لا، مفيش ولا صباح ولا مسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هتطول مني غير سلام ربنا. النهارده الاهلي اتعادل مع المصري بعد 90 دقيقة حرق الدم، بعد 90 دقيقة ملل، بعد 90 دقيقة بص هتعض في الاسفلت. 90 دقيقة ماسكين كورة مش عارفين نجيب جون. 90 دقيقة جراديشار مضيع لوحده 4 تجوان. 4 تجوان. ماسكين المصري ما راحش غير بكورة واحدة. المصري ما عداش نص ملعبنا. الشناوي دخل زي ما خرج النهارده. مش عارفين نجيب جون. مدرب النهارده يعيبه طاهر. شفت ايه في طاهر الماتش اللي فات؟ خلاك تلعبه النهارده. يعني المره اللي فاتت لعبته فيرويد ما نفعش، فالنهارده جبته وينج فما نفعش، فسبته كل ده في الملعب. اكسر بنفسه. اكسر بنفسه. اول ربع ساعه لما غيره بتبتدي بيه ليه اصلا من الاول؟ شفت فيه ايه؟ هو التمرين ده، التمرينات اللي انتوا بتروحوها الصبح وبالليل، ما بتشوفش الناس دي؟ هو احنا بنفهم كوره، ما تقوليش مش، وربنا احنا بنفهم، احنا عندنا كوره، احنا بنعرف نتفرج. بن شرقي يلعب على طاهر، محمد عبد الله يلعب على طاهر، عم حارس يلعب على طاهر، انا العب على طاهر. ما في ده زيرو، لعيب زيرو. يعني ايه 90 ده مش عارف اجيب جون قدام فرقه اصلا ما جاتش؟ ده المشكله اللي انت السيزون ده كله قسما بالله ما في فرقه لعبت عليك ماتش. قسما بالله ما في فرقه لعبت عليك ماتش غير بيراميدز. في ايه؟ ده كل الفرقه نازله قدام مننا ميته. يا ريتنا ما جبنا، ويا ريتنا ما اشترينا. يا ريتنا ما اشترينا. جه الوقت يا ريتنا ما ده انا عارف اللي كله مستنينا نطلع ونقول الكلام، لا بس يا ريتنا ما يا ريتك ما جيت. ولا انت ولا اخوك التاني. ولا انت ولا خصمك. يعني ايه بيلين يا عم في اخر كام دقيقه بتضيعها؟ دي شغلتك. لو انت بتاخد 100 مليون انت بتاخد 80 لاجل الكرة دي. 80 بلينات و20 عرضيات. يعني 80 مليون بلينات و20 مليون عرضيات. يعني ايه 3 بونت؟ انت ما تضيعش. انت باللي بتاخده والفئه المحطوط فيها دي ما تضيعش. عم تريزيجيه ما جاش تقول والله ما جه، واللي بيقول لك جه وجا، والله ما حد بيفيكوا بيتفرج على المطوشه. تريزيجيه ما بيحاولش. تريزيجيه هجمه كل ماتش. سيبك من الارقام، اتفرج بعد كده اتكلم. اتفرج. عشان هي بقت كلها ماشيه على السمع من كتر سدة النفس في المطوشه. ناس كتير ما بقتش تتفرج وبتسمع. سيبك من الاستوديو، مش هيقول الكلام اللي بيتقال هنا. ما الناس برضو بتراعي شعور اهاليهم. مش هطلع في التلفزيون واقول على لعيب زيرو جايب 100 مليون وهذبح نفسي في التلفزيون. يا ريتنا ما اشترينا، ما هي كانت ماشيه. كانت ماشيه يا عم بالغلابه. كانت ماشيه بالفلاحين وبتاع مدينه السلام. ده سعيد شبه حماسه، ونوسه زي ابتسام، وكوكا زي شكري، وجردشار زي شريف. تيل مي مستر يس، هو ده الاهلي. هو ده الاهلي. 90 دقيقه الراجل النهارده انا معكنني من كذا حاجه. يعني وجود طاهر ده لوحده كارثه. في نص الشوط التاني نظرتك انك تشيل ديانج وتنزل شكري وتسيب كوكا في الملعب، دي كارثه. دي كارثه. انت وانت قاعد انا برضو بيبقى عندي مشكله كبيره ان ازاي انا اللي قاعد في الاوضه بتفرج ومش شغلتي ومش واخد بالي ان ده لازم يقعد في الملعب وده اللي يطلع. ازاي انت مش واخد بالك؟ ازاي انت بتقبض ودي شغلتك ومش واخد بالك؟ ده حاجه غريبه قوي. يعني انك تطلع حد في الملعب باين اللي هو زيرو. يعني سبت كوكا اللي باين اللي هو زخرة، مفيش منه رجا، ولا نص ملعب ولا باك شمال، فتشيل ديانج اللي شايل نص الملعب.
وتنزل شكري وتحط كوكا في نص الملعب. ودنك منين؟ ولا مش يعني غريبه، غريبه. يعني الماتش النهارده المفروض انت رايح تلعب السوبر، الماتش النهارده المفروض تاخد 3 بونت. انا نفسي اعرف اللعيبه دي مش عايزه تثبت نفسها للراجل اللي واقف بره ابو بدله ده ليه؟ يعني كنا دايما بنتفائل اللي فيه مدير فني جاي يقول لك خلاص اللعيبه هتموت نفسها وكل واحد هيموت نفسه عشان يثبت نفسه ويحط رجله في الملعب. ده الكلام ده ما بقاش موجود في الاهلي. الكلام ده ما بقاش موجود. يا جدعان جردشار ما تقوليش بيحاول. انا مش عايز اللي بيحاول، انا عايز اللي بيجيب جون. ما تقوليش انت بتذبح زيزو ولا بتقطع في تريزيج. ايوه اللعيبه دي تشيل. بص اقول لك على حاجة. الاهلي فيه نواقص، تعال نتكلم بالعقل. اه الاهلي فيه نواقص وعنده مشاكل دفاعيه ومحتاج باك شمال ومحتاجين فيرود وكل الكلام ده على عيني وعلى راسي. بس انا جايب زيزو وتريزيجيه وبن شرقي عشان يشيلوني، عشان يشيلوني المرحله دي اعديها، فاجي في يناير ادعم، فالفرقه تفضل ماشيه اعلى في اعلى في اعلى. فاجي اخر السيزون خلاص بقى بفنش بطولات، بلعب نهائي افريقيا، خلاص مطمن في الدوري، واخد سوبر. ده انا مش بقول لك كلام فلاسفه. اسمع من محمد يونس، سايبك بقى من ايمن يونس والناس دي، اسمع مني انا بكلمك كوره. اتفرج على السيزون اللي فات، مين اللي جاب لك الدوري السيزون اللي فات؟ امام عاشور. اللي قبله مين اللي جاب؟ اسامه ابو علي. انتوا جايين عشان تشيلوا الاهلي، مش الاهلي اللي هيشيلكوا. انت جاي يا باشا متوشه زي دي، انزل دب 2-0 3-0 4-0 4 3 اربعات 3 اربعات. اي حد قبل السيزون ما يبتدي عارف اللي انت هتنزل تعمل كده بالاسامي دي. عندك ناقص خلاص، عدنا وزدنا فيها. بس انت فين؟ انت ب 100 مليون، انت ب 120 مليون. انت تشني، انت تشني في المرحله اللي انا واقع فيها لغايه لما ادعم. انا بقول لك امام جاب الدوري لوحده. ارجع يا عم اتفرج على السيزون اللي فات، هداف الدوري مش بالارقام في الملعب. الواد كان واخدنا على كتفه وبيجري. ارجع لقبل كده، وليد سليمان شالك في سيزون لوحده. انا بقول لك على لعيبه لعبوا سيزون لوحديهم، شالوا الاهلي لوحديهم. توقع انت بقى جاي بعد الهاله دي كلها مش عارف تمشيني ماتشين 3 في الدوري لغايه لما اكملها. يا ريتنا يا اخي، لسه بقول لك يا ريتنا ما جبنا، ما كانت ماشيه. قسما بالله معلول برجل واحده احسن من اي حد دلوقتي. قسما بالله حسين كان فعال. انا عملت ابجريت ولا حطيت التيم فوق راسي. انا بكلمك كوره، انا بكلمك كوره، انا مش طالع انا بكلمك كوره. النهارده ازاي 3 بونت زي دول يضيعوا؟ ازاي الكوره تحت رجلي 90 دي عمال اضيع كل الكور دي؟ دي في حاجه بره الكوره كمان انا مش فاهمها. والله العظيم 3 ما كلام، والله ما كلام، في نفسيات زي الخرا في الملعب وباينه. سيبك من الطبطبه، والله باينه ما بيطيقوا بعض، ما بيطيقوش بعض، ومأثر في الملعب. يا عمي انت جاي عشان الشغلانه اللي انا كنت لسه بقول لك عليها. انت بتجيب بلينات. انت لما تضيع حسابك يبقى الضعف، زي ما بتاخد الضعف، زي ما خليت الفرقه كلها تبص لك والنفسيات كلها تبقى جحيم، يبقى عقابك الضعف والتقطيع فيك الضعف. يا عم تريزيجيه اللي راجع وقاعد وهيشيل والناس كلها، انت بتتكلم على تريزيجيه؟ انت عارف تريزيجيه ده بيعمل إيه؟ تريزيجيه ما بيعملش حاجه. تريزيجيه بيعزق، مفيش فايده. اللي ليه فايده ده اللي يجيب لي 3 بونت، اللي فيه فايده ماتش. ده الماتش النهارده مش متعرب، ده المصري فاتح الملعب كمان. ده المصري بقول لك ما راحش غير بهجمه واحده انت مش عارف تخلصها. انت مش عارف هتعمل ايه في السوبر، انا عارف بقى هنعمل ايه في السوبر. لو انت عايز تعرف هنعمل ايه في السوبر، اعمل سبسكرايب يا عم للقناه انت كمان. مش هيحصل حاجه ومش هتخسر حاجه. واعمل لايك القناه يا اخي رقمها مستفز يعني. شجعني وخش اكتب لي وتعالى وناقشني. ربنا يكرم يا عم في اللي جاي، وهنتكلم على السوبر وهنتكلم على سيراميكا وان شاء الله خير. سلام.